إن الله وملائكته يصلون على النبي. صباح الخير، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. وطبعا شوفوا هذا الفيديو، اشتقت لكم كتير. اليوم نهارنا غير شكل رح يكون تجهيزاتي للسفر. حجزت أخيرا ب 22 الشهر بهذا الأسبوع، يعني بعد 4 أيام أنا سيارتي. فهلا جهزنا، لفينا كل العفش وغرفة النوم والقصص هي كلياتها تقريبا خلصت، ورح اجتمع مع أهلي بعد فراق 5 سنين. بدي دعواتكم، وهلأ بلشنا نجهز تقريبا، يعني نهيت كل شي، بقي علي كم غرض بس. رح ورجيكم على الهدايا اللي اشتريتهم. جبت هاد لأختي، وجبت أمنية العطر كمان لأخي. حبيت هيك هذا شكل هذا السكر كمان، جبتها يعني انه هيك. وهذا العطر كمان حبيته من جريتس، بس انه هيك هذا بينحط بالشنطة. وهي كمان أمنية العطر هدية، ما بعرف مين صاحب النصيب. وهي كمان لأخي. هاد بنات كتير ظريفة هاي الماركة، بتنعم الشعر، بتخلي هيك فيه حيوية، بتقلل من التقصف بالشعر. وهلأ رح نروح للكسوة، كسيت ولادي بس كسوة صيفية. كتير حبيت هيك هذا الترتيب من الموديلات. أنا ما جايبت لهم هيك شي، فحبيت أغير لهم على لبسهم، جيب لهم هيك موديل جديد هن ما لابسينه. حبيت أطبقهم، يعني أنا عندي بنت وصبي هيك من جيل بعض، ابني صف خامس وبنتي صف تاني. حبيت هيك لبسهم هيك لبس يعني نفس القماشة، قراب هيك على موديلات بعض، هيك تغيير شكل، يعني عرفتوا علي كيف. وهاد كمان هيك حبيته كمان صيفي. هلا مع انه الجو شتا، بس حبيت هيك انه خليهم ذكرى من تركيا. وجبت كمان لبنتي هي البيجامة كمان صيفية، يعني حلوة ناعمة للبيت. وجبنا كمان هيك هي بيجامة كمان لأختي الصغيرة، الله يخليكم أخواتكم وأهلكم يا رب. كان هيك حبيتها، لقيتها ناعمة. أنا يعني بس اشتري القطعة بطلع على القماش قبل ما أطلع على الموديل، عرفت علي كيف. وجبت كمان هي الصبغة، كمان حبيت لونها. وهي كمان عطر. وهي بيجامة تايجر كمان جبتها هدية هيك لأهلي لتحت. جبت كمان نفس ترتيب هي البيجامة بس لونها خمري مدقدق هيك بأبيض. وهذا البنطلون لابني الكبير. وهي الكنزة لأخي. وهيك والله يعني نسيت عم اشتري، ولحد هلا بحس حالي لسه ناقصني، لسه لازم بجيب أكتر. وهذا الطقم كمان نصيت عليه هيك طقم شرعي من مدة البيم، كانوا عاملين عليه عروض، فحبيت كتير قماشته، يعني سعره كان مقبول نوعا ما. وهلأ صار وقت الغداء. اليوم رح أعمل أكلة الطفولة، يلي هي فطاير بصبانخ. أول شي لجهز للعجينة، لحط 5 كاسات طحين، معلقة صغيرة ملح، ظرف خميرة، و3 معالق كبار تقريبا لبن. وبعدها بدي حط يعني تقريبا كمان فنجان قهوة زيت، يعني انت على النظر بحطه. ورح اضيف كاسين كبار مي دافية، رح احركهم شوي بالمعلقة الكبيرة حتى تلتم العجينة عندي. وبعد منها رح انقلهم على وعاء اكبر من هيك اكيد، حتى اخذ راحتي بالعجن. هلا هيك بعد ما خلصت العجينة رح ادهن وشها بزيت واتركها تتخمر، لغطيها كتير منيح، ولأعمل هيك مسحة سريعة على الأرض. أنا هيك بحب أشتغل على نظافة. وبعد منها رح أفرد السجاد، نرجع نفوت مرة تانية على المطبخ، نشتغل مرة تانية بالعجين. لا صح، لي أكلة كتير طيبة كتير بحبها، بس بعملها بهلك، يعني بحس بدها هيك جو عيلة، إنه أكتر من شخص يساعدك، وحدة تعجن وحدة تفرم وحدة تغسل. فكتير أكلت معي شغل، يعني تقريبا ما خلصت لل8 المساء. هلا ليكوا العجينة كيف اختمرت عندي ما شاء الله. رح أعمل التتبيلة تبع السبانخ، هافرم بصلة كبيرة، وهرد أرجعلكم بعد منها لهي الوصفة. بس هون رح أغسل السبانخ كتير منيح بعد ما فرمتها، رح أنقعهم بمي وخل،
وملح تقريبا 10 دقايق لحتى هيك التراب والوسخ كله يحل. وبعد بنرجع أعملها وش تاني. أنا بحب كتير أهتم بهاي المرحلة لأن بخاف مثلا أكون أنا عم آكل وسخ أو تراب أو ما غاسلة منيح، فليكن لأ هون التراب المرسي تحت. آخر رش بحب كمان نعب مي سخنة عم تغلي وبحط 3 معالق ملح كبار، وبحط كمان فنجان خل أبيض. هيك بتأكد كآخر مرحلة إنه صفت عندي تماما الصبانخ، ما عبقي أي وسخ أو هيك أتربة. ليك هلا بعد ما غسلتها منيح شلون دبلت عندي هيك أنا بدي أوصل لهي المرحلة. هلا هون لأعملكن الصوص لازم تجربوه كتير طيب. لحتى زيت زيتون، وبعدها بدي أضيف معلقة صغيرة دبس فلفل أو معلقة كبيرة على حسب الرغبة، وبدي أحمصهم مع بعض لحتى الزيت ياخد لون الفليفلة، والبصل عندي يدبل، ما بدي إياه إنه هيك يحترق أو يستوي، بس إنه هيك يدبل. عرفتوا علي كيف؟ ما بدي إياه يحمر. وبعد منها كمان رح أحط معلقة دبس بندورة، ورح أتركهم معه دقيقتين 3 لحتى هيك يعقدوا مع بعض. ورح أضيف معلقتين كبار ل3 معالق سماق، هاد كتير ضروري بهي الوصفة، بيعطيها هيك حموضة وهيك وطعم كتير طيب. وضروري كمان لازم نحمص البهارات مع الزيت مع دبس الفليفلة والبصل لحتى يعطونا نكهة البهارات الواضحة. وهون رح أضيف كمان تقريبا كاسة شاي دبس رمان، وكاسة كمان نصف كاسة شرب عصير ليمون، كمان بعطيها نكهة كتير طيبة. وبس هلا عجينتي صارت جاهزة. لك قديش نافشة ما شاء الله، بتاخد العقل العجينة كتير كتير باينة طيبة. هلا طالع الهوا منها لبلش شكلها دوائر صغيرة قد بعض، وبعدها رح احشي العجين صبانخ، يعني شكلهم على اشكال فطاير وهيك. ضروري بهي المرحلة انه بس من بعد ما نقرص العجينة نغطيها بنايلون او اي قماشة طرية عنا. انا حبيت شكلها بهي الشكل. هلا بعد ما استوت كمان بحب ادهن وشها بزبدة، فبتطلع عندي كأن جاهزة، وبتم هيك وشها طري وعم تعطي هيك لمعة كتير حلوة. بنفس نفس الوقت نكهة كتير طيبة هيك يعني هيك منظر حلو بشهي وهيك. والله لا هون بلشنا نهار جديد ويوم جديد. يا أهلا وسهلا بكل الصبايا موجودين بقناتي الجداد والقديمين. هلا أنا هون رايحة على الفاتح. كمان حبيت صوركن شوي هيك من يومي، هيك الطريق البحر بياخد العقل. بتعز علي تركيا، قضيت فيها أيام حلوة، بس بالنهاية بدي أشوف أهلي وبلدنا بتبقى هي بلدك. إن شاء الله بنرجع على تركيا سياحة يا رب، ما بنرجع لا لجوء ولا إنه نحن هربانين من بلدنا خوف أو ملاحقين أو أي شي من هالأمور هاي. هون حبيت صورلكن قسم الكهربائيات في المول. مين مثلي هيك بحب هذا القسم؟ أنا بحب كل ما أروح هيك على المول فوت شوف في شي جديد، جايبين شي جديد. لو بيطلع بإيدي باخد من كل شغلة غرض 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 غرض. إن شاء الله الله كريم. هيك هدول موديل الخفاءات وفرامة الكبد. هون المكاوي هدول كلهم على البخار وأسعارهم حلوة. لا هي الماركة ما كتير بمدحوها من التركية، بس أنا بلاقيها إنه جيدة يعني بالنسبة لسعرها كويسة. هيك هدول الموديلات. هاي للإزاز والشبابيك بس ب650. صراحة شفتها تفاجأت بسعرها كتير رخيصة يعني صح هي الماركة رخيصة بس ما توصل لمرحلة من 630. هذا الموديل أول مرة أشوفه هون. وهي كمان طالعة ترند هون بتركيا، حبيت كمان صوركن اياهم. في كل موديل له سعر بس تقريبا نفس المزايا كلياتهم، بس انه الموديل واللون بيختلف، فلهيك بيختلف السعر. في كمان هاي الماركة المحدة، هي بس كمان كتير غالية لقيتها يعني كتير مبالغين بسعرها. بتصير بس هي حلاوتها انه بتكنس للبخار، كان بتعقم بالبخار، تنظيف البخار، بتشفط السوائل، تنظيف الكنبايات، لهيك سعرها غالي.
هذا الميزان كنت هقطع اقيس وزني وورجيكم بس بطلت. يعني انا نحيفة ما كتير يعني وزني ما زايد. هون غلايات القهوة. كمان حبيت هذا الموديل كتير، لقيته هيك حلو وغريب، حتى اللون عجبني. وهلا وصلنا لهي ما برشة كمان بصير أكتر من شغلة، وهي كمان آلة تنظيف البخار، بس بتصير للأرضيات يعني ما بصير للمطبخ، وما مع قطع اكسسوارات، بس الأرض، بس لمس الأرض. هون حبيت أصوركم كمان الشناتي كتير حلوين، كتير عجبوني، حسيت هيك موديلاتهم غريبة هيك، وفي حركات هيك قصص غريبة مثلا هيك الفرو، الجلد، الكواليتي، الماركات كتير حبيتهم، كتير حلوين، أسعارهم كانت مقبولة. يعني أسعار كل شنطة تقريبا بحدود 1000-1200 ليرة تركي. هلا هي توديعة، يعني هي آخر فيديو بصوركم إياه بمولات اسطنبول وباسطنبول. الفيديو الجاي إن شاء الله راح يكون بتركيا بتركيا عفوا بسوريا ومع أهلي ولمة العيلة. وهلا بعد ما رجعت على البيت أنا كنت عاملة حاطط بالي يعني إنه أعمل هريسة، فكنت هون مجهزة القطر، بغلي القطر، كاستين سكر كبار، كاسة مي، بس يغلوا عندي كتير منيح. بضيف ربع معلقة صغيرة كربونات، بعدها فورا بضيف 3 كاسات سميد ناعم، وبتركهم ليلة كاملة. يعني أنا عملتهم مساء، بتركهم تاني نهار مثلا الظهر أو العصر بحطها بالفرن حتى هيك تفتح عندي حبة السميد وتتشرب كل القطر. تاني نهار فقت شويتها وهذا المنظر. وهي أحسن وصفة بعملها بحياتي، يعني كل مرة بعمل هريسة يا بتعضم يا بتطلع نكهتها ما طيبة يا بتطلع يعني ما بتتاكل. بس لا، هي الوصفة يعني ما حطيت لها مكسرات، ما دعمتها بأي شيء، طلعت كتير 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 طيبة. هون بعد ما غليت القطر حطيت معلقة سمنة بقلب القطر، كمان تعطيها نكهة هيك، نكهة دسامة هيك ونكهة طيبة، يعني عرفتوا بصير مثل تبع المحلات. بعد ما طلعت من الفرن فورا ضفت عليها القطر. ولهون خلص الفيديو تبعنا، بتمنى يكون عجبكم، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، وانتظروني الفيديو الجديد. لقائي مع أهلي، سلام.